السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. السنة اللي فاتت لما غليت قوي الطماطم ووصلت 30 و35 أنا ما حسيتش أبدا بسعرها. بصراحة سعرها ما فاجئنيش وما خضنيش وما خلينيش منعت إن أنا أستخدم أي حاجة بالطماطم، لأن كنت عاملة حسابي لأن كل سنة في موسم الطماطم لازم أجيب عداية طماطم اعملها صلصه واشيلها في الفريزر وما استخدمش منها. يعني طول ما الطماطم موجوده في السوق وسعرها كويس جدا فانا بستخدم الطماطم، ما بستخدمش من الصلصه خالص غير لما الطماطم تبدا تستهبل. جربت طرق كتيره جدا للطماطم ولصلصه الطماطم، وصلت لقناعه ان الطريقه دي هي اجمل طريقه. مسبكه، لونها احمر جدا، فيها المواد الحافظه بتاعتها، لونها يا جماعه خطير جدا. طيب اكيد اسرار موجوده على مطبخ اكله وسهريه هي اللي بتخلي لون الطماطم بالشكل ده. عايزه اوريكي قوام الطماطم ولونها، شايفه مسبكه، ما فيهاش بذر، ما فيهاش قشر، ما فيهاش اي اضافات ممكن تغير لونها او تغير طعمها، كلها اضافات طبيعيه وبتحسن من مذاق الطماطم. طيب علشان برضو ما هقدرش في الطماطم، انا عامله كيس على قد شويه مكرونه، على قد طبخه بسيطه، كيس ما شاء الله على قد محشي، بحيث ان انا ما اطلعش الطماطم تفك وارجع استخدمها تاني. كل الكيس على حسب استخدامي. طيب ايه طريقه الطماطم التحفه دي؟ ايه هي المواد الحافظه اللي انا بضيفها على الطماطم احتفظ بيها سنه كامله من غير ما تغير لونها وتحسن من مذاقها؟ طيب ايه الاضافات اللي انا ضفتها على الطماطم خليتها لي لونها بالشكل ده ومسبكه بالشكل ده؟ كل دي اضافات، كل دي اسرار على مطبخ اكله وسهريه. ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. اليومين دول مغيرين الطماطم، فالحقي خزين الطماطم وهي رخيصه بالشكل التحفه ده. طماطم دلوقتي حلوه جدا يا جماعه، شايفين؟ حلوه جدا وحمرة جدا وحلاوتها يعني، ورخيصه جدا بالشكل ده. وطبعا محتاجه ان هي تتغسل غسله كويسه جدا، بس تغسليها بالشكل ده. هنضيف فيها الطماطم. طبعا اهم حاجه ان حضرتك توطي على الطماطم النار، دي اهم حاجه. هغطيها علشان اسرع عمليه الغليان وما تاخدش وقت على النار. اول الطماطم ما تبدا تغلي بالشكل ده انا بحب جدا احط لها البنجر. اولا بيعزز القيمه الغذائيه بتاعتها، ثانيا بيضيع نسبه الاملاح اللي موجوده فيها، ثالثا بقى والاهم انه بيديها لون احمر خطير جدا. طبعا بقى للصلصات للمحشيات بيكون ممتاز جدا. طيب البنجر ده انا حاطاه في الفريزر عشان هو بيبقى حلو جدا في شهر واحد، فانا لسه ما جبتش البنجر الجديد. هقسمها نصين اتنين بالشكل ده وهضيفها مع الطماطم. هي مش هتتهري ولا اي حاجه، هي هتستوي وهتنزل كل اللون اللي فيها وهنستغنى عنها بمنتهى السهوله وهنشيلها من الطماطم. طيب المده اللي بتستوي فيها الطماطم قد ايه؟ لما ما تبقاش في حبايه طماطم ماسكه نفسها. بمعنى اوضح كده، حضرتك تطبخي الطماطم. احنا بنعرض الطماطم لمرحلتين اتنين، اولا الطبيخ، ثانيا التسبيك، ان احنا بنسبكها وبنستغنى عن كل السوائل اللي موجوده. شايفه البنجر خطير جدا. طيب هقلب بقى البنجر مع الطماطم لحد لما ما تبقاش ولا حبايه طماطم باينه. شايفه الطماطم تقريبا لسه ماسكه نفسها، لا انا عايزه اطبخها.
مش عايز طماطم باينه فيها خالص. والبنجر هينزل القيمه الغذائيه بتاعته، هينزل اللون، وبعدين هيخلص المهمه بتاعته، هنشيله وهنستغنى عنه. كده الطماطم اتطبخت. طيب قبل ما نضربها هنطلع البنجر. احنا حاطين 2 ب4 تنصاص، شايفين؟ ده البنجر اللي احنا حطيناه، مش محتاجينه. طبعا لو مفيش هاند بلندر هتستني لما تهدى خالص وبعدين تضربيها، لكن الهاند بلندر ميزتها انها هتفرمها كلها وهي على النار بالشكل ده. فرمناها كلها ناعم بالشكل ده، شايفه؟ ناعمه جدا. طبعا عشان نتخلص من القشر ونتخلص من البذر اللي فيها لازم نصفيها وهي سخنه كده عشان ما يبقاش فيها اي بواقي. مصفى تكون ضيقه جدا عشان نقدر نصفي الطماطم من البذر ومن القشر. هنصفي الكميه كلها بالطريقه دي، وبعدين هنشوف هنسويها ازاي وايه درجه السوى المظبوطه عشان تطلعي صلصه مسبكه لونها احمر جدا تقعد معاكي سنه كامله بالمواد الحافظه اللي احنا هنضيفها لها. شايفه التفل والبذر كل الكلام ده احنا مش عايزينه. دي طماطم شايفه بيور. ده القشر اللي طلع من 25 كيلو من الطماطم. كميه القشر دي بتطلع اضعاف مضاعفه لو حضرتك بتضربي الطماطم من غير ما تطبخ ومن غير ما تطرى ومن غير ما القشر بتاعها يبقى قليل بالشكل ده. طيب صفينا الطماطم. عايزه اوريكي بس لونها، شايفه؟ حلوه حلاوه مش طبيعيه. هنرجعها تاني في قلب الحله على النار وهنضيف لها الماده الحافظه. ايه هي الماده الحافظه للطماطم؟ هو السكر يا جماعه، هو اللي بيحافظ عليها، بيلغي الحموضه بتاعتها، بيحافظ عليها سنه كامله. طيب قد ايه؟ دي ربع كيلو من السكر لمقدار 25 كيلو من الطماطم. هضيفهم بالشكل ده وهقلب طبعا، وهفضل مع الطماطم لحد ما تتسبك. المرحله دي لازم تتسبك الطماطم. يعني ايه تتسبك؟ يعني ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. هنشوف ازاي تبقى بتبقبق وبتغلي وهي ما فيهاش ولا نقطه ميه. طبعا ايدك فيها باستمرار علشان هي دلوقتي ما بقاش فيها لا قشر ولا بذر ولا اي شيء، باقي الطماطم بيور. هنسيبها على النار تغلي مده ما تقلش عن ساعه الا ربع، تغلي براحتها خالص لحد ما تتسبك. وهنشوف مع بعض درجه تسبيكه الطماطم اللي تخليها تقيله جدا، تخليها حمرة جدا، تخليها طماطم متسبكه. بقبقة الطماطم دي هي اللي بتخليني اقول لك لازم الطماطم تبقبق وتستوي، وهتتقل تاني بعد ساعه من غليان الطماطم. بقبقتها دي بتقول ان هي لازم تتسبك. تتسبك يعني ايه؟ يعني ما يكونش فيها اي سوائل من اي نوع، تبقى طماطم بريق، طماطم. شايفه؟ لسه كمان هتتقل شويه كمان. نسيبها لما تبرد تماما وبعدين نكيسها على حسب استخدامك وعلى حسب طريقتك. عايزه اوريكي قد ايه الطماطم، شايفه تقيله ازاي؟ طماطم مسبكه، طماطم تقعد معاكي سنه كامله من غير ما تغير طعمها، من غير ما يتغير لونها، حمرة جدا. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني.